ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ اخبار المزاج حلو ولا متعكر؟ اكيد نص نص. طب يلا بينا يا ستي الحبايب، فيديو جديد وفيديو لذيذ وصغير ودمه خفيف وهيعجبك. صلي على النبي يا قمر عليه الصلاة والسلام. مفيش حاجة اسمها حد يعمل لك ميزانية. الميزانية دي بتاعتك انت. اه والله بتاعتك انت يا ست الحبايب. انت اللي عارفة بيتك بيمشي ازاي، عارفة ديونك واقساطك بتمشي ازاي، عارفة ولادك بياكلوا ايه، كم وجبة، بيحبوا ايه، بيشربوا ايه. يبقى يا ست الكل، ميزانيتك هي مسؤوليتك. هناخد شوية بنود كده لتقسيمة الميزانية علشان الشهر يكفي معانا. اولا، البند الاول، الكهرباء والغاز مفيش مفر. أما البند التاني فالدروس والسناتر. أما البند التالت الأقساط اللي قطمة ظهرنا. أما البند الرابع فهو ربنا يشفيك يا رب ويشفي كل مريض العلاج. باقي المصروف هننزل نشتري بخزين البيت لمدة شهر، بحيث انك مش هتشتري طول الشهر مكعب دجاج. لسه باقي الخضار واللحوم، ربنا معاكي ومعانا كلنا. المصروف لو جاب لآخر الشهر تبقى انتي ملكة تاخدي الكاس. وربنا يعين كل رب أسرة على بيته، ولا ينكسر قدام عياله أبدا يا رب. الحياة صعبة والدنيا بقت غالية قوي، والأسعار نار، كل حاجة حواليك مولعة. بس أولادنا ملهمش دعوة بالظروف دي. ولادنا نفسهم ياكلوا ويتبسطوا زي أطفال كتير. لازم كل حاجة يطلبوها يلاقوها. هتقولي لي منين والعيشة صعبة والدنيا بايظة؟ هقولك اعملي كل شهر أكلة بيحبوها ونفسهم ياكلوها. أول ما تقبضي الشهر انزلي هاتي طلبات الأكلة واعمليها. كل شهر اسمك ما حرمتش ابنك أو بنتك من حاجة وما شيلتيش ذنبهم. كل شهر حاجة حلوة مرة، أكلة حلوة، لعبة حلوة. صدقيني البيت هيكون مليان خير مادام في قلبك انت خير ورضا ويقين بالله ان مفيش حد بيبات وهو جعان. واخيرا، ميزانيتك مسؤوليتك والمحمولك على الله. ربنا بيرزق الحيوان، ما بالك بقى الانسان. وصلى على النبي يا قمر. وفي نهاية الفيديو هقولك اضحكي ضحكتك جميلة، انت كمان جميلة. ما تشيلش هم بكرة، بكرة أحلى وأحلى، والحلو كله جاي. وزي ما بيقولوا تفاءلوا بالخير تجدوه. ربنا يفرح قلوبكم جميعا، ومع السلامة.